ليه الاهلي راح يلعب في ماتش في افريقيا على استاد برج العرب؟ تفتكر عشان فعلا استاد القاهره بيبدل ارضيته بالبذره الشتويه، ولا في اسباب تانية محدش اتكلم عنها؟ ايه ده؟ هي جريمه قتل. عارف انت النجيله الصفراء اللي بنشوفها احيانا واحنا بنتفرج على الماتشات دي؟ بتبقى البذره الصيفيه. لما بيخش الشتاء فبتصفر وبيبداوا يبدلوها بالبذره الشتويه. وطبعا لان دي زراعه فلازم يمر بمراحل دقيقه وليها مواعيد، ولازم ما ينفعش يفتح الملعب قبل وقت معين بحيث ان النجيله دي ما تتاكلش. ففجاه تلاقي نفسك عندك سؤال، طب انا ليه ما بشوفش الكلام ده في ملاعب اوروبا؟ وده عشان 6 اسباب رئيسيه. اول حاجه التكنولوجيا. اوروبا والخليج بيستخدموا نظام اسمه هايبر، ده بيبقى العشب الطبيعي فيه جزء 10% عشب صناعي، وبيبقى فيه انظمه تدفئه تحت الملاعب وانظمه تبريد للملاعب الحر اسمها جرو لايتس، وده بيخلي العشب ما ينهارش ابدا حتى مع تغيير الفصول. تاني حاجه الفلوس. دلوقتي انت لو جيت غيرت الملعب ده الهايبر، التكلفه تقريبا بتبقى من مليون لمليون ونص دولار. طبعا الفلوس دي عشان تاسس بيها ملعب من الاول خالص. والاستادات بره عندهم تيم كامل من المهندسين اسمه جراوند تيم مانجمنت، دول بيعملوا ابحاث ودراسات عن الارضيه وحاجه استغفر الله العظيم. ثالث حاجه الجدوله والاداره. عندك في اوروبا معروف مواعيد الماتشات ومعروف هيريحوا الملاعب امتى، في نظام وماشيه بنظام شديد جدا زي عندنا كده. رابع حاجه التخصيص. عاده الاستاد هناك بيخدم فرقه او فرقتين بالكتير قوي، انما احنا عندنا هنا استاد القاهره بيخدم كل المنتخبات الوطنيه زائد الاهلي والزمالك ومودرن والبنك الاهلي والصحاب والقرايب والحبايب والناس كلها. يعني انت اي ملعب طبيعي في العالم ما بيزيدش عدد ماتشات على ارضيته في الموسم كله ل 50 ماتش. انت ما شاء الله بتلعب في حدود 90 ماتش، انت مستني منه ايه يعني؟ خامس حاجه الجو عندك في مصر اللي هو حر بس ولا هو برد بس، فدي حاجه مش بايدك يعني. سادس حاجه بقى اللي هي ايجار الاستاد بيكون 150 الف جنيه لكل مباراه، فيعني تقريبا دخل الاستاد السنوي بيخش في 14 مليون جنيه. فانت عشان تعمل ملعب كامل تدفع 60 مليون جنيه، انت محتاج تاخد كل المصروفات لمده 5 سنين تصرفها بس على الملعب. وبشكل عام استاد القاهره مش مجرد ملعب بيتاجر وخلاص، ده رمز يا جدعان، رمز لمصر وعظمه مصر الكرويه طول التاريخ. كل الانديه المصريه كسبت على الملعب ده. فانت قول لنا بقى ايه الذكرى بتاعتك في استاد القاهره، اول ماتش رحته، وده بشكل عام يفسر لك